أسرعي قليلا، لماذا تتحركين ببطء هكذا؟ ما الذي جرى لك يا راضية؟ أصبحت كثيرة الحركة وسريعة الغضب، كأنك لست بقرة. ليتني لم أكن بقرة. لم أعد أطيق وداعتي وطيبتي وسط هذه الأحداث الغريبة من حولي. هيا أبلغيني بالأخبار. ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعو ربه ليعرف ما هي البقرة. سؤال عجيب. المهم، ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه: إنها بقرة لا فارض ولا بكر. تقصدين أنها ليست كبيرة في السن ولا صغيرة، أي متوسطة؟ هذه الأوصاف تنطبق علي. وهي تنطبق علي أنا أيضا، وعلى مئات البقر في بني إسرائيل. هل قاموا بذبح البقرة أم أنهم في الطريق إلى الذبح؟ لا هذا ولا ذاك. لا أصدق ما أسمع. لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى: افعلوا ما تؤمرون. كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة. وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية، فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون. أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم، ولكني أريد إنهاء الموضوع، فلنسأل عن اللون. ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اعترفي، أنت قلت لي من قبل إن صفار لوني يجعلك مسرورة، أليس كذلك؟ قلت، ولكن لا يوجد لكن. يجب أن يذبحوني في الحال. ربما كانت هناك بقرات أخرى صفراء اللون مثلك. لا تفكري بطريقتهم. هذه إهانة لا أتحملها. كيف تقولين إنني أفكر؟ سامحيني، لم أقصد. هيا اصطحبيني إلى حقل الفول الجديد. غريبة، لأول مرة تتحدثين عن الطعام. أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب، وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الذهب. لن أذهب معكم هذه المرة. ماذا سنقول لسيدنا موسى؟ سنقول له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قلناها من قبل، ابحثوا عن جديد. سنقولها ونضيف عليها: إن البقرة شبه علينا. اتقوا شر الحليم إذا غضب. سنقول لسيدنا موسى: إنا إن شاء الله لمهتدون. انطبقت عليك جميع الأوصاف، فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك. لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة. ما كنت أحب أن أبيعك، ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا. يجب أن تفرح لي، إنني أحقق ذاتي. غدا سأتحول إلى لحم جميل يطعم الفقراء. إننا دون أن نعطي غيرنا لا فائدة لنا في هذه الحياة. وشيء آخر، سأكون آية من آيات الله، وإن كنت لا أدري كيف. ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت. انتظر يا زوجي، انتظر. هذه أوامر الله لسيدنا موسى.
لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة، فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى. وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة. وقال موسى لقومه اضربوا الميت ببعض البقرة، أي بجزء منها. يضرب الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم: قتلني ابن أخي، هذا هو قاتلي، فخذوا بثأري منه. أنت قاتل أبي. خدعني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني، فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث.